يوسف ايمن المدافع للنادي الاهلي تعاقد معاه المصري القطري. طبعا دي اول صفقه، دي اول صفقه من الدحيل القطري. ناس كتيره اتكلمت وقالت وهاجمت اداره النادي الاهلي على جزئيه ان انت جايب لاعب اعاره لمده سنه بدون اوبشن تو باي، يعني ما ينفعش ان انت مع نهايه السنه تنفع تفعل وتشتريه. طيب انا مش مع تفعيل بند الشراء، مفيش العقد مش البند ده مش موجود يعني اللعيب ده يلعب السنه ويرجع تاني. هي المفاجاه بقى الناس اللي بتتكلم قالت لك هجم اداره النادي الاهلي ليه؟ قالت لك طب انت جايبه عشان كاس العالم للانديه اللي هي هتبقى في شهر 6، طب ما هو كده هيمشي عندك، هيكون مشي. انا هقول لك مفاجاه وهقول لك خبر ما حدش يعرف حاجه عنه. ايه بقى؟ في بند موجود في عقد اللاعب ان انا ممكن امدد 6 شهور تانية بعد نهايه السنه. بعد السنه بشرط موافقه النادي التاني، مش هيرفض، يعني مش هيرفض لانه ده بند في العقد. بند في العقد واللاعب موافق على البند ده، لكن جزئيه ان اللاعب عند كاس العالم للانديه لو انا محتاجه مش هيجي معايا، لا الكلام ده مش موجود. يبقى في 6 شهور في عقد يوسف ايمن بالتراضي ما بين اللاعب والنادي، لو الاهلي عايزه تتمدد ودون الرجوع للنادي، وهدفع نص قيمه العقد